في عالم تتسارع فيه الحكايات تكاد تفقد جذورها، يأتي سليم بتقى ليكتب ضد النسيان، ليمسك بالتاريخ وهو يتسرب ويعيده إلينا حيا نابضا ومشبعا بملامح المكان. في جذور وأجنحة لا يكتفي بالسرد، بل يضعنا أمام سؤال الانتماء. كيف نحمل أرضنا معنا ونحن نحاول التحليق؟ هناك تتجاور الذاكرة مع الحلم وتصبح بسكرة أكثر من فضاء، تصبح قدرا يسكن الشخصيات. أما إيزابيل وقداس الكاردينال فهي ليست مجرد رواية عن شخصية، بل عن تقاطعات الحضارة والتاريخ، عن الآخر حين يلتقي بنا، وعنا حين نعيد اكتشاف أنفسنا في عيون الغريب. وفي العمق تظل بسكرة حاضرة كأنها البوصلة التي لا تخطئ الاتجاه. في بوابة السكري يفتح الكاتب بابا على الذاكرة الشعبية، على تفاصيل الحياة اليومية، على حياة البسكري، على تلك الحكاية الصغيرة التي تصنع هوية مدينة كاملة. هنا لا يكتب التاريخ في الكتب، بل في وجوه الناس، في الأزقة. نعم، في سيدي زرزور، في حصن ليلى الدبارة، في مقبرة العزيلات، في زقاق بن رمضان، في البخاري، في اللغة، في النبض. وإذا اختلفت العناوين فإن الخيط الذي يجمع بينها واحد: الوفاء للمكان، الانتصار لبسكرة، والإيمان بأن الكتابة ليست ترفا أبدا، بل فعل حفظ للذاكرة. إنها روايات لا تقرأ بل تستعاد عبرها. بسكريتنا كما كانت وكما يجب أن تبقى، جذورا لا تقتلع وأجنحة لا تنسى، بل نجدها تحيي أماكن نسيناها. إذن أقول من هنا: أهلا بك بيننا سيدي، كاتبا وناقدا ومسرحيا وفيلسوفا وصديقا دائما وأبدا.